الأهلي وطلائع الجيش. مباراة النادي الأهلي بيعمل كل حاجة حلوة فيها. قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض زي ما متعودين، ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. في ظل ما النادي الأهلي أو مارسيل كولر بيعمل روتيشن بين اللعيبة، مين اللعيب اللي هيقعد ومين اللعيب اللي هيمشي، بيقدر يفوز بنتيجة فيها كل حاجة حلوة أو بمباراة فيها كل حاجة حلوة. أداء موجود، متعة موجودة، نتيجة 4-0 مع الرأفة. النادي الأهلي بيقدر يفوز على طلائع الجيش 4-0. الجون الأول على طريقة طاهر محمد طاهر، اللي بالمناسبة خد رجل المباراة عن استحقاقه وجدارة. يمكن طاهر النهاردة بيقدم أوراق اعتماده من جديد للنادي الأهلي. الجون الثاني الرسام، أو زي ما أنت عايز تقول عمرو السولية. عمرو السولية قد ايه بيثبت لك النهارده ان هو لا غنى عنه في حته نص الملعب. النهارده عمرو السولية بيبدا المباراه بيعمل كل حاجه في نص الملعب. يقدر ان هو يستلم تحت ضغط، وده ما بنشوفوش في لعيبه كتير. يقدر ان هو يحرك الاطراف بشكل ممتاز جدا. عمرو السولية النهارده بيثبت لك ان هو لا غنى عنه في الحته دي. الجون الثالث على طريقه محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مش احسن مدافع في مصر، خلاص هو تخطى الحته دي. محمد عبد المنعم نقدر نقول عليه احسن مدافع في افريقيا، بل بالعكس من المدافعين اللي تعدى على الصوابع في العالم كله. محمد عبد المنعم النهارده بيجيب جول يعني جميل جدا، بس مش براسه النهارده بقى، جايب الجون برجله، بس جون جامد جدا. يعني الجون ده بتاع فراوده مش بتاع مدافعين. محمد عبد المنعم يعني طريقه، يعني لعبه مش الدوري المصري. يعني انا لو مكان محمد عبد المنعم او مثلا مسؤول عن محمد عبد المنعم، ده يلعب في الدوري الانجليزي مرتاح، يلعب في الدوري الاسباني مرتاح. ده من المدافعين اللي تتعدى على الصوابع. الجول الرابع على طريقة طاهر محمد طاهر. اسيست عالمي من طاهر محمد طاهر. لمين بقى؟ لوسام ابو علي. وسام ابو علي اللي بيقدم اوراق اعتماده بشكل كبير جدا. يمكن بنشوف وسام يعني من الفراوده الهجام. يمكن النادي الاهلي من فتره كبيره كان مفتقد الحته دي، حته ان هو ما عندوش فروت صريح، فالاهلي بيعاني في الحته دي من زمان. النهارده تقدر تقول ان انت عندك مهاجم يعني بطراز اول، مهاجم من المهاجمين الهجامين. 4 تجوان، كل جون وجون بطريقه مختلفه. في عز ما انت بتعمل روتيشن بين اللعيبه، انت بتكسب بالاداء ده وبالنتيجه دي. لعيبه بتشارك النهارده وهي لها فتره كبيره ما بتشاركش، بتقدر تثبت وجودها. لعيبه متواجده على طول في اماكن غير اماكنها، بتثبت وجودها. النهارده بنشوف كريم فؤاد بيلعب باك شمال، رفعيات يعني الى حد ما 30% 40%. قال لك انا العب حته الباك الشمال دي بطريقه تانية. ليه بدل ما ارفع اقطم لجوه واشوط؟ يمكن عملها النهارده كتير، وبصراحه يعني يمكن كانت عامله ازعاج للحارس النهارده بتاع طلائع الجيش بطريقه كبيره جدا. شفنا كذا تسديده من كريم فؤاد. يمكن كذا لاعب النهارده كان بيسدد. يمكن مارسيل كولر اعطيهم تعليمات بان هم يسددوا كتير على الجون. بنقدر نشوف اللعيبه النهارده بتنفذ ده وبتقدر تعمل ده في الملعب. حسين الشحات. حسين الشحات في ظل ما حسين الشحات بيبقى فايق، بتلاقي الفرقه كلها حواليه فايقه. بتقدر تاخد من حسين الشحات اداء، يعني هو ده اللي بنبقى مستنيينه منه. حسين الشحات لعيب بالمناسبه، يعني لعيب كبير جدا. يعني الرقم اللي جاي بيه رقم يستحق. ويمكن شفنا حسين الشحات في بدايه ما النادي الاهلي تعاقد معاه كان في خلافات كتير على الرقم، جايب 150 مليون وكان رقم كبير ساعتها. فبالتالي انت النهارده بتقول انا كان عندي حق في ان انت تحط مبلغ زي ده في لاعب زي ده. حسين الشحات عنده اكتر من كده. النهارده كان كويس وكان يعني من اللعيبه اللي كانت كويسه في المباراه، بس هو عنده اكتر من كده وعنده احلى من كده.
النهارده بنشوف إليو ديانج بيشارك في اخر ربع ساعه في المباراه. يمكن تسديده في الدقيقه 82 مش هي احسن حاجه، بس عايز مباراه عشان اللاعب يجي. يعني إليو ديانج من اللعيبه اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي. يعني إليو ديانج احنا كاهلاويه يعني بنستمتع بيه في حته نص الملعب. مروان عطيه النهارده بيقدم مستوى هايل كالعاده. مروان يمكن من اللعيبه اللي مستواها ثابت دايما، يعني مفيش تذبذب في مستواه. محمد الشناوي في ظل ما النادي الاهلي بيتحسب عليه ركله جزاء في الدقائق الاخيره من المباراه، بيقدر ان هو يحافظ على شباك نظيفه، ويقدر ان هو يصد ضربه الجزاء دي. النهارده اللعيبه عملت اللي عليها. احمد عبد القادر من اللعيبه اللي نفسي تلعب جماعي شويه. احمد عبد القادر من اللعيبه الجامده جدا، بس حته ان هو بيدوس على الكوره كتير دي مش حلوه، دي في حد ذاتها مش حلوه. النهارده اللعيبه كتير كلها ظاهره بشكل ممتاز جدا في ظل ان في لعيبه هترحل واللعيبه هتيجي. يمكن بنشوف اللعيبه دايما في نهايه المواسم بتبقى بتطلع كل ما عندها. عايزين ده بقى في بدايه المواسم. يعني مش لازم تحس ان في انتقالات جايه اطلع اللي عندي احسن النادي بتاعي يمشين، لا مش عايزين دي، مش عايزين دي خالص. محمد طاهر النهارده يمكن عليه لغط كتير في حته ان هو قاعد لا مكمل، قاعد لا مكمل. النهارده بنشوف طاهر بيقدم اوراق اعتماده من جديد، رغم ضربه الجزاء اللي ضيعها. يمكن اتشاطت بطريقه غريبه جدا. انا قلت دي هتبقى نهايه مسيره محمد طاهر مع النادي الاهلي. النهارده يقدر ان هو يحرز جون، وبعد ما ضيع ضربه الجزاء قدر ان هو يعمل اسيست ولا اروع للجون الرابع بتاع وسام ابو علي. النادي الاهلي فيه اللعيبه دي عايزه تشارك بصفه اساسيه. بنشوف محمد مجدي قفشه النهارده بينزل، وده العادي بتاعه. يمكن محمد مجدي قفشه في اخر مباريات يمكن بينزل في الربع ساعه ولا نص ساعه بيحول الماتش كله. اللعيبه دي ليه تقعد لغايه دلوقتي؟ يعني ليه محمد مجدي قفشه ما ينزلش، ما يبداش اساسي؟ هتقول عندي امام عاشور افضل، هقول لك امام وقفشه يمكن الاثنين متقاربين من بعض في المستوى. ادي لده وادي لده. بالمناسبه تقدر تلعب الاثنين تبدا بالاثنين مره واحده، في ظل ان انت ممكن تلعب بمروان مثلا رقم 6 وتلعب بامام 8 وتلعب بقفشه رقم 10. يبقى انت قدرت تستفيد بالاثنين، وقدرت ان انت تطور من المستوى ده ومن المستوى ده. رضا سليم النهارده يعني انت كمدرب لو مش مقتنع بيه يبقى سايبه ليه؟ طب ليه ما بنشوفش رضا سليم في مباريات كتير؟ انت ده اكتر وقت بالنسبه لك تقدر تجرب فيه اللعيبه. ادي بقى للعيبه اللي هتكمل واللعيب اللي مش هيكمل. شوف انت عايز مين ومش عايز مين، اعمل ده. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.